موتور المروحة لما ما يستجيبش معاك ويقطع كهرباء، في خطوة بسيطة جدا بنعرف بيها إذا كان الموتور محروق فعلا ولا الفيوز الحراري الداخلي هو اللي قاطع. أغلب المواتير المحترمة بيكون فيها فيوز حراري داخلي. الفيوز الحراري ده فايدته إن هو يحمي الموتور من السخونة العالية، فلما الموتور بيسخن الفيوز هو اللي بيقطع. الموتور اللي معايا ده غالبا مش بيكون فيه فيوز حراري، دي من الانواع يعني مش احسن حاجه، ولكن عشان الموتور ده الملف بتاعه الومنيوم فانا كنت مزوده بفيوز حراري كحمايه يعني. المهم ان الموتور لما يقطع معاك خالص جرب الحركه دي. الحركه دي سهله وبسيطه جدا. انا دلوقتي وانا بصور لك العملي بتاعه هشيل لك الموتور الجريل ده عشان ما لخبطكش. في فقط الاربع اطراف دول، طرف للكومن وثلاث اطراف للسرعات. لما ادخل الكهرباء هنا على الكومن وعلى السرعات الموتور مش هيستجيب، وكده ممكن حد يخدعني ويقول لي ان الموتور محروق ومحتاج يتغير. فانا هجرب اللي هقول لك عليه دلوقتي. احنا بنعري الطرفين بتوع المكثف لان الفيوز الحراري بيبقى بين الطرف الكومن وبيبقى بين الطرف اللي على المكثف. كل اللي انا بعمله ان انا بدل ما ادخل الكهرباء على الكومن بدخلها على المكثف مباشره علشان تعدي الفيوز الحراري. يبقى انا كده عملت كوبري على الفيوز الحراري. بجرب بقى الكهرباء على طرف من اطراف المكثف وعلى السرعات. لو اشتغل معايا يبقى الموتور سليم ومحتاج بس ان احنا نغير الفيوز الداخلي اللي جوه، او حتى نلغي الفيوز خالص ونفضل موصلين الكهرباء على طرف المكثف. الموتور لو سليم معانا، لو انا وصلت الكهرباء على الطرف ده بتاع المكثف ده او ده، في الحالتين الموتور هيشتغل، ولكن في طرف منهم هو اللي بيشغل الموتور في اتجاهه الصحيح اللي يخلي ريشه المروحه تجيب هواء. علشان تفهم الضفيره دي بشكل افضل كنت عامل لك فيديو عن الملفات الداخليه لموتور المروحه، ارجو منك انك تراجعه يعني. وحتى لو ما رجعتوش الفيديو ده هيفهمك ازاي تعالج العطل ده بسرعه ان شاء الله. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. ادي الموتور، الطرف الاسود ده هو طرف الكومن والثلاث اطراف دول هم اطراف السرعات. يعني في طرف كهرباء بيدخل هنا وطرف كهرباء بيدخل على الثلاث سرعات دول، ودول طرفين المكثف انا معريهم هنا. ادي اللمبه السيريا في كهرباء على اطرافها، ولكن لما بوصل الكهرباء على الموتور على الكومن والسرعات مفيش اي استجابه. طيب لما بحط طرف على الطرف اللي داخل المكثف والطرف التاني على السرعات بلاقي الموتور اشتغل، او حتى طرف الكهرباء على الطرف التاني للمكثف بلاقي الموتور اشتغل ولكن في الاتجاه العكسي. يعني معنى كده ان الطرف ده بتاع المكثف ده هو الاتجاه الصحيح وهو ده اللي هوصل عليه الكهرباء. ارجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي لي وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.